ملاحظة يا شباب، أتمنى من الكل تشاهد المقطع للنهاية، ما تفوت ولا ثانية، وبعدين تجي تعلق تعليق يعكس أخلاقك. قريت تعليق رأيك بأم سيف، ضروري أجاوب هالجواب. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. قبل لا تشاهدون المقطع حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، والله العظيم ما تخسرون شيء. وقبل كل شيء صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ملاحظة يا شباب، تحياتنا لسوريا والشعب سوريا، والله احنا نحبكم، احنا العراقيين نموت عليكم، وهذا احلى هاشتاج سوراقيين اللي هو معروف علينا. طبعا شباب تحياتنا لسوريا، نرجع ما نقول مرة ثانية. طبعا حبيت اسوي لكم شرح للاطفال، طبعا اللي عقلهم كبير يعني عمرهم فوق ال 14 سنة، يعني يعرفون بهاي السالفة، ما يحتاج انا اوضح لكم ان شنو السالفة. طبعا هسه تقول لي ليش خليت صورة المصغرة وليش شنو العنوان؟ طبعا شباب الصورة المصغرة والعنوان علمون شنو تجذب المشاهدات، حتى شنو الناس كلها تدخل المقطع وتشوف وتستوعب هاي السالفة، حتى لا يوقعون بيها فخ. هسه تقول شنو؟ طبعا شباب مثل ما تعرفون انه لاعبة ام سيف كانت قبل فلوك، وهسه نزلت على ببجي موبايل. طبعا ملاحظة يا شباب، والله العظيم ما راح اكذب لكم بحرف واحد، ام سيف مو هي اللي تلعب. هسه تقول شلون؟ ما راح اقدر اجيب مقاطع منها واخلي لكم واشرح لكم عنها، لانه اخاف انضرب سترايك. انا قبل ما اضرب سترايك من قبل اترو، واذا انضربت الثانيه القناه تنتهي، فما اقدر اخلي لكم اي مقطع. وبالاخص هسه راح اعطيكم شغله، تروحوا على مقاطع ام سيف وراح تعرفون شنو السالفه. طبعا ادخلوا على مقاطع ام سيف الجلد وليس التمثيل، ادخلوا على مقاطعها اللي تلعب جيم بلاي او جلد، وشوفوا اللي انتبهوا لي على الصوت. الصوت مال المقطع يعني صوت الجلد واحد، وصوت اللي تضيفه على المقطع واحد. انتبهوا لي من تبدي تحكي، شوفوا الوش بالمايك. طبعا هذا يجي شخص، اي واحد يعني متفق، اي واحد يصور لها الجيم بلاي، هذا الواحد محترف يدز لها الجيم وهي تسجل عليه تسجيل، وراح تنزل لكم عبالكم هي تلعب. والله العظيم طبعا شباب مو مسيف تلعب. هسه راح اخلي لكم على دليل، ومو بس انا قلت، عدة يوتيوبر ومن ضمنهم اليوتيوبر ماهركو ابو صلعه. تحياتنا لك يا ماهركو، اللي هو شرح لكم اهم يعني قال لكم بالبث المباشر من خلال انسانه، حتى لا تقولون برمجه وهاي السوالف، لا هو بنفسه نطقها. قال انه ام سيف مو هي تلعب، ام سيف واحد يدز لها مقطع، وواحد ويدز لها المقطع وهي تجي تسجل عليه. طبعا هذا الحكي كله مضمون بضمانتي. ادخلوا على مقاطع ام سيف وراح تشوفون الفرق بين صوت المقطع وفرق بين التسجيل اللي تضيفه. وهي قالت وعدتكم انه تسوي فيس كام، وما سوت فيس كام، ولذلك تبين حقيقة ام سيف انه مو هي تلعب. اتمنى استفادتوا من هاي النصائح، لا تبخلون علينا باللايك والاشتراك، وراح اخليكم مع مقطع. قريت تعليق رأيك بأم سيف، ضروري اجاوب هالجواب يوصلها. ثواني، لا ما بديتش، ضروري احكي رايي بام سيف. حط سكن الام، الله يرحم والديك، حط سكن الام. ضروري احكي رايي بام سيف، مش قادر ترى صدري راح يوجعني اذا ما حكيت رايي بام سيف. طيب شباب، ام سيف من الاخر، ام سيف الشيء اللي بتلعب يا اخوان، من الاخر ترى واضحه جدا يعني. بلس 1 زائد 1 من الاخر ام سيف بالشيء اللي بتلعب يا اخوان. ام سيف بصلها مقطع، ثواني، ام سيف بصلها مقطع على USB مثل هذا. شو ام سيف جبت لك مقطع بيسوى عيونك، تفضلي. بتروح بتنزل مقطع، بتشغل بادوبي بريمير، هيكو تعال خلني اسكلسي والحكي هذا بس يعني. ترى مثل ما شفتوا يا شباب، حكي اليوتيوبر ماهركو نفس الحكي اللي قلته اني، طابق الاصل، لانه هي مو سيف تلعب يجيها مقطع وهي تجي تسجل عليه تسجيل. اتمنى من الناس اللي اعمارهم تحت 13 انه يفهمون ولا ينخدعون من قبل يوتيوبر. وطبعا شباب ترى مو بس اني انه حكيت هذا الحكي، اكو ناس هوايه محاكي هذا الحكي على ام سيف انه مو هي تلعب، ويوتيوبر كلها ومن ضمنهم كاشف لها كاريه. وقلت لكم ماهركو ما اقدر اذكر بعد يوتيوبر، لانه ام سيف يعني ديك اياها بس تبع قدامك هي مبينه. الصوت مالتها تسجيل يختلف عن الصوت مال المقطع، يعني من تبدي صوتها تسمعون وش داخل المقطع. شنو هذا يعني؟ دز لها مقطع هذا اللي متفقه وياه، وهي تجي تسجل عليه وتنشره ويصعد المقطع عبالعب الناس عبالها ام سيف تلعب. ولنا تم نهايه هذا المقطع، لا تبخلون علينا باللايك والاشتراك، ونلتقي بالفيديو الجاي شباب، حبيبي والله.